المكتب الإقليمي لهيئة تدريس موحدة وأطر الدعم أن يستفتح هذا اللقاء الصحفي وهذه الندوة الصحفية بالشكر الجزيل لكل المناضلين والمناضلات عبر ربوع وطننا الحبيب. جاء هذه التنسيقية تأسست من رحم نساء ورجال التعليم. فكرة جاءت يوم الانتفاضة الكبرى، انتفاضة نساء ورجال التعليم. نحن هنا في مجلسنا الإقليمي لتدارس جديد الأوضاع التعليمية. نحن هنا رافضون لكل المخرجات التي جاءت بها حوار النقابات الذي لا يعنينا. هنا نحن نناضل ليس فقط على ملفنا، بل نناضل على الشعب المغربي، على مجانية التعليم، على التصدي لبيع المدرسة العمومية، على الكرامة، على الحقوق المهضومة، على كل المطالب المشروعة. نناضل من أجل إسقاط النظام الأساسي الذي هو نظام مآسي، نظام بيع المدرسة العمومية وخصصتها وضرب مجانية التعليم في عرض الحائط. نقول للنقابات: لقد أخلفت الوعد للمرة الثانية باصطفافك مع الوزارة والباترونة، ونحن هنا من أجل التصدي لجميع القرارات التي تضرب مجانية التعليم وتضرب حقوق نساء ورجال التعليم في عرض الحائط. وكذلك نحن هنا من أجل إسقاط النظام الأساسي المشؤوم وسحبه بمرسوم وزاري وليس تجميده. وتحية نضالية. شكرا جزيلا الأستاذ عبد الصمد قروات منسق هيئة تدريس فرع مراكش. الآن سأنقل الكلمة إلى الأستاذ محمد عبلة ليحدثنا عن قراءة في مخرجات الجمع العام للمجلس الإقليمي فرع مراكش، فليتفضل مشكورا. هنا رفضا قاطعا هذه المخرجات. أخيرا، النقطة الثالثة هي آفاق النضالية وآفاق مع. بداية نرحب بكم كمنابر إعلامية على تلبيتكم دعوة الحضور للأشغال المجلس الإقليمي للتنسيقية الموحدة إقليميا، وأيضا الندوة الصحفية التي ستنطلق بعد قليل، واللي كما ترون عنوانها العريض: رفض التنسيقية الموحدة لهيئة تدريس وأطر الدعم لمضامين ومخرجات اجتماع 10 دجنبير بين اللجنة الوزارية والبيروقراطية النقابية الأربع الأكثر تمثيلية بين معقوفتين. نرفض مخرجات هذا الاجتماع رغم ما يظنه البعض من أنها جاءت بنقط إيجابية، يدعون أنها إيجابية، ولكن حقيقة الأمر فهي عكس ذلك، وسنوضح الأمور بتفصيل. يتحدثون مثلا عن زيادة 1500 درهم. نساء ورجال التعليم لما خرجوا يوم 5 أكتوبر للنضال فخرجوا للدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم، خرجوا للدفاع عن المدرسة العمومية، عن جودة هذه المدرسة العمومية وعن جودة التعلمات، وفي قلبها بطبيعة الحال التلميذ والتلميذة المغربية. إذن آخر اهتماماتنا هذه الجوانب المتعلقة بالماديات التي يتحدثون عنها، فغايتنا واضحة وملفنا المطلب واضح، وعلى رأس أولوياته أولا اعتذار رسمي حكومي لعموم نساء ورجال التعليم على تلك الإهانات التي لحقتهم جراء تصريحات الغير المسؤولة للمسؤولين النقابيين وأيضا بعض البرلمانيين وأيضا بعض الأزلام الإعلامية التابعة لهم. ثانيا، الملف المطلب لنساء ورجال التعليم يتضمن نقطة أساسية جوهرية ومفصلية ومرتبطة أساسا بإلغاء أو سحب النظام الأساسي المشؤوم، والذي جاء بطبيعة الحال ليجهز على ما تبقى من مكاسب نساء ورجال التعليم وعلى ما تبقى من جودة وعمومية المدرسة المغربية العمومية. لذلك نقول أن مخرجات هذا اللقاء فهي لا تعنينا في شيء. لقاء أو اتفاق أجوف بمخرجات جوفاء استجيب فقط من خلالها لبعض المطالب لفئات التي تهم البيروقراطية النقابية كدكاكين حاضرة في قلب هذا الاجتماع. إذن فهم حضروا ليدافعوا عن أنفسهم وعن الملفات
الفئات التي ينتمون إليها لا غير. أما هموم النساء ورجال التعليم فهم بعيدون كل البعد عنها. محضر هذا الاجتماع على ضرورة الحفاظ على المكتسبات، وأيضا مع الحفاظ عن جوهر الإصلاح. أتدرون عن أي جوهر الإصلاح؟ رجل التعليم خرج ليطلب بشيشا أو صدقة أو شيئا من هذا القبيل. فبالله عليكم أمام هذا الغلاء الفاحش في الأسعار الذي نعيشه اليوم من أجل إسقاط ذاك النظام الأساسي المشؤوم، خرجنا من أجل المدرسة المغربية العمومية. فإن كانوا يدعون إصلاحا يتبنى هذا النظام الأساسي ويتبنى التعاقد أيضا خيارا، فلنا أيضا كنساء ورجال التعليم مشروع تربوي يختلف عن مشروعهم، وفي قلب مشروعنا توجد المدرسة المغربية العمومية، ويوجد أيضا أكثر من 8 مليون تلميذ وتلميذة مغربية. اليوم احنا في هذا اللقاء هذا كنرفضوا رفضا باتا النظام الأساسي، وكنقولوا بأن هذا الحوار هذا اللي تم بين النقابات ووزارة التربية الوطنية ما عنده حتى شي أساس، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون. أولا من ناحية الشكل مرفوض، لأن هذه النقابات لم تعد تمثل يعني رجال ونساء التعليم. ثانيا من ناحية المضمون أن هذا اللقاء هذا لم يأتي بأي جديد ولم يستجيب يعني المطالب ديال النساء ورجال التعليم. اليوم حنا كنقولوا بأن إذا كانت الوزارة كتعتبرنا بأن حنا هواة يعني هواة إضرابات وهواة يعني خروج للشارع، فنحن كنقول العكس. وإذا كانت كتقيسنا اليوم ب 1500 درهم أو 25 درهم اليوم، فكنقول لها بأن الأستاذ اليوم لم يخرج من أجل 25 درهم اليوم، ولكن خرج من أجل الكرامة، خرج من أجل الحرية، خرج من أجل مدرسة عمومية عادلة لجميع المغاربة. إذن طبعا بالنسبة قلنا النظام الأساسي مرفوض، لأنه أثقل كاهننا بمجموعة من المهام، مجموعة من العقوبات. فيه واحد الحوار اللي هو حوار يعني مخزني محض لا علاقة له بالتربية، فيه إملاءات، فيه يعني أثقل الكاهن ديالنا بالعقوبات، يعني صفحات يعني كثيرة من العقوبات وكثيرة من المهام. إذا هذا النظام الأساسي لا يمثلنا في شيء. أما بخصوص مواصلة الإضراب فنحن لا زلنا نواصل الإضراب، والساحة يعني الآن تشهد اليوم شلل، أصبح شلل يعني في المدارس العمومية في كافة ربوع المملكة. وهذا دليل على أن النقابات هي اليوم لم تعد تقود يعني النضال، بل التنسيقيات يعني المتواجدة في الميدان هي التي تقود النضال. الآن تتراوح الزيادة عندهم ما بين 2130 درهم 3400 درهم. هذا الشيء كله داز بخير وعلى خير. نقطة أخرى، وزارة التربية والتعليم خص يكون عندها استراتيجية ورؤية للحفاظ على أهم المقومات، لكن يكون عندهم ارتباط بقضية التعليم. اللغة مهمة جدا في قضايا الإصلاح. حنا لطوال سنوات عديدة كنا كنشتغلوا باللغة الفرنسية وفرنسة التعليم والعلوم وكذا وكذا في شموليته، وذلك بالاستجابة للمطلب الرئيسي وهو سحب المرسوم وإرجاعه لطاولة الحوار من أجل تعديله. تقديم اعتذار حكومي رسمي للشغيلة التعليمية